طيب يا جماعه، دلوقتي ناس كتير سالوني ليه مبقاش في ناس كدابه، ليه ناس خاينه، ليه ناس بيضحكوا علينا، ليه ناس ما عندهمش وفاء ولاء ثناء. سوري يا جماعه، قبل لسه ما اقول لكم ليه، خليني بس يا جماعه اوضح حاجه صغيره قد كده. بكره ان شاء الله في مؤتمر ان شاء الله باذن الله لذوي الاحتياجات الخاصه، هيناقشوا فيه كل بقى القضايا، كل المشاكل. طبعا لو حد حابب يحضر، المكان في سعد زغلول. هنركب حاجه من سعد زغلول هيبقى اسمها حزب المحافظه. حزب المحافظه، تمام يا جماعه. التجمع الساعه 4 بكره يوم السبت، اللي هو بكره ده السبت ده اللي هو يوم 16 11. الميعاد الساعه 4، بس طبعا تيجوا قبل كده لان هيبقى يعني هتبقى الدنيا زحمه جدا جدا. اوكي اوكي. هو طبعا صح، ان شاء الله باذن الله هتلاقوني ان انا متواجده معاكم في المؤتمر، يعني هتلاقوني ان انا موجوده. دي حاجه. الحاجه الثانيه، وطبعا اللي مش هيجي معلش سوري اللي مش هيجي انا طبعا هاخد فيديوهات كده وهنصور يعني، واحاول ان انا اغطي الاحداث هناك. ليه بقى؟ دلوقتي اكتر حاجه مشروب مفضل ناس كتير، مشروب مفضل القهوه. الناس بيحبوا معلقتين، ناس بيحبوا 3، مفيش ازيد من كده. انا دلوقتي بدل ال3 معالق سكر هقوم جايه ماسكه حطيتلكوا 7 معالق سكر. هتعملوا ايه؟ هتشربوا القهوه؟ لا طبعا. الناس كمان بيحبوها ساده، فتخيلوا بقى لو حطيت لهم سكر. فلا، هعمل ايه؟ هسيب الكوبايه وهعمل واحده تانية. ده الطبيعي. فده يا جماعه ايه اللي بيحصل؟ احنا زي ما انا ما قلت، احنا بنديهم حجم اكبر من حجمهم. لا يا جماعه، ادوا كل واحد حجمه الطبيعي. مثلا ازيك عامله ايه كده، مش ازيك لا عامله ايه الاخبار، طمنيني عليكي وعلى اخبارك، وحشتوني وهتوحشوني وكده. فاهمين قصدي؟ ادوا كل واحد حجمه الطبيعي، عشان احنا لما بندي ازيد من حجمهم